السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حرف جديد من سلسلة تعليم الحروف للأطفال. النهاردة معانا حرف الزاي، وأول حاجة لازم نعرفها عن حرف الزاي إن هو اسمه إيه؟ اسمه حرف الزاي. طيب إيه هو حرف الزاي ده؟ حرف الزاي بصوا شكل حرف الراء بالظبط بس عليه نقطة. طيب إيه صوت الحرف الجميل ده؟ صوته وهو عليه حركة الفتحة زي فتحة زا. شايفين؟ زا ما بطلعش طرف لساني زي حرف الذال. يبقى عشان افرق بين حرف الزاي وحرف الذال، حرف الزاي بننطقه عادي مش بنطلع لساننا طرف لساننا، لكن حرف الذال ذا، لكن ده زا. طب يلا بقى بينا نشوف حرف الزاي اشكاله عامله ازاي. حرف الزاي له نفس اشكال حرف الراء بس عليه نقطة، يعني في اول الكلمة بيجي بالشكل ده، وفي وسط الكلام بيجي بالشكل ده، هو نفس الشكل اللي بيجي بيه في اخر الكلمة. يبقى عندنا 3 اشكال لحرف الزاي، لكن صوت حرف الزاي واحد في كل الاوضاع بتاعته. يعني لو جه في اول كلمة بيبقى صوته وهو مفتوح زا، لو جه في وسط الكلام بيبقى صوته وهو مفتوح زا، برضو في اخر الكلمة لو جه وهو في اخر كلمة وكان مفتوح هيبقى صوته زا. يبقى شكله ممكن شكله يتغير في الكلمة لكن صوته واحد. بينا بقى نشوف امثلة على حرف الزاي في اول الكلمة وسط الكلمة واخر الكلمة. اول كلمة معانا كلمة زهرة، زا نطقت حرف الزاي في اول الكلمة، يبقى هنا حرف الزاي شايفين شكله في اول الكلمة زا. شايفين جه شكله عامل ازاي؟ جه بالشكل دوت مش ماسك في ايد الحرف اللي بعده، لان حرف الزاي زي حرف الراء بالظبط ايده مكسورة، ما بيعرفش يمسك اي حرف بعده ابدا. طب تعالوا نشوف كلمة زرافة، زا. شايفين برضو حرف الزاي عامل ازاي في اول الكلمة؟ ممسكش في ايد حرف الراء. ليه ممسكش في ايد حرف الراء؟ لان هو ايده مكسورة، ما عندوش غير ايد واحدة بس، عشان كده ما بيعرفش يمسك اي حرف من الحروف اصحابه اللي بيجوا بعده. بيعرف يمسك امتى بقى؟ بيعرف يمسك الحروف، يلا نشوف شكله في وسط الكلمة. شايفين كلمة غزالة؟ شايفين حرف ازاي جه شكله عامل ازاي في وسط الكلام؟ جه حرف ازاي ماسك في ايد حرف الغين اللي قبله. ليه؟ عشان هو ليه ايد بيعرف يمسك بيها الحروف اللي قبله، عشان كده جه بالشكل ده في وسط الكلمة وعرف يمسك في ايد حرف الغين زي الشطور. طيب والحرف اللي بعده؟ لا، ما عرفش يمسك في ايده ابدا، لان هو ما عندوش ايد تانية اصلا يمسك بيها الحروف اللي بعده. يبقى ده كان شكل حرف ازاي في وسط الكلام. اخر شكل معانا من اشكال حرف ازاي هو شكله في اخر الكلمة. طيب يلا نشوف الكلمة اللي معانا، كلمة خبز. شايفين حرف ازاي في اخر الكلام جه ازاي؟ جه بنفس الشكل اللي بيجي بيه في وسط الكلمة، يعني بيمسك الحرف اللي قبله وبعدين ما بيمسكش في اي حاجة تاني. ليه؟ عشان هو عنده ايد واحدة بس، ما بيعرفش يمسك الحروف غير اللي قبله بس. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده. خدنا حرف ازاي وتعرفنا على اشكاله في الكلمه، وكمان خدنا امثله على شكله في اول الكلمه ووسط الكلمه واخر الكلمه، وعرفنا ان صوت حرف ازاي وهو عليه الشرطه الفاتحه اللي هي الشرطه المايله الصغيره اللي هي حركه الفتحه دي بيبقى مفتوح، بنقول زا. حاجة مهمة بقى عايزين نتعلمها عن حرف ازاي اعرف ان الكلمة فيها حرف زاي مش ذال ولا ظاء. الفرق بين التلاتة ان حرف الظاء طبعا بنطلعه مخرجه من طرف لساننا، بس حرف الزاي لا، مش بنطلعه من طرف لساننا. طيب وحرف الذال برضو هو كمان بنطلعه من طرف لساننا. اذا اي كلمة بنطقها ومخرجها من طرف اللسان بيسقط منها حرف الزاي. طب ازاي بفرق بين حرف الذال والظاء؟ ان حرف الذال ده مرقق، لكن حرف الظاء مفخم، يعني بنطقه باستعلاء بغلظة. يبقى كان ده الفرق بين ال3 حروف، عشان اعرف افرق في الكتابه او في الاملاء او وانا بملي طفلي ازاي اخليه يفرق وما يغلطش وما يتلخبطش بين الحروف اللي هي متشابهه في النطق. وبكده بقى خلاص الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.